يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده بقى تورتايه بسيطه وسهله جدا، واي حد ما بيعرفش يعمل تورته ان شاء الله هينجح في التورته المره دي. انا قلت بما ان الفتره دي فيلم باربي موجود في السينمات فلازم بقى نحتفل ونعمل تورته باربي. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا، وكيك سبونج سهل جدا من غير فصل صفارة عن بياض، وكانت محشيه بصوص الفراوله. بجد كان طعمها خرافه والصوص نازل منها كده، بجد لازم تجربوها. فيلا معايا عشان نشوفوا الطريقه بالتفصيل. دي المكونات بتاعتي اللي انا عملت بيها كيكه الاسبونج. هنستخدم فيها 3 بيضات بس. هنقول كل المكونات واحنا شغالين في عمل الكيكه. طبعا كيك الاسبونج بيحتاج يبقى القالب بتاعك طويل علشان لما تنفش براحتها. طبعا انا ما عنديش قالب كبير، فانا بجيب اي حله عندي بغلفها زي ما انتم شايفين كده بالفويل. ولو انتوا ليكوا الحله ليها دراعات برضو تغلفوها بالفويل كويس زي ما انتم شايفين كده علشان بس ما تحرقش من بره. وهبدا ارشها بالزيت كويس جدا عشان هبدا احط ورق زبده فيها، عشان مهم جدا ورق الزبده علشان لما نقدر نطلع الكيكه بكل سهوله ما تلزقش معانا في القعر من تحت. وهبدا برضو اجيب الورق الزبده احطه داير ما يدور على الجناب عشان برضو الجناب تطلع معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. للاسف وانا بحط المكونات المشهد ده ما اتصورش، فهبدا اقول لكم دلوقتي انا حطيت ايه. حطيت 3 بيضات، عليهم 6 معالق من السكر، عليهم معلقه صغيره جدا من الخل، وكيس فانيليا. هبدا بقى اضرب كويس جدا لحد ما اللون يفتح معايا قوي، وافضل اضرب كويس جدا لحد ما السمك يتقل معايا ونوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يعني لون قريب جدا من اللون الابيض شويه. احنا نزلنا بالبيضه كامله ما فصلناش الصفار عن البياض، يعني احنا هنعمل كيك الاسبونج من غير فصل الصفار عن البياض بكل سهوله عادي. اهم حاجه نضرب كتير جدا مع السكر لحد ما يوصل اللون الفاتح ده. وطبعا عشان هي تورته الباربي فلازم يبقى لونها بينك، فبجيب لون طعام صحي. حطيت نقطه صغيره لون احمر، الاحمر بقى نزل على اللون الفاتح ده فتحول لي اللون البينك اللي انا عايزاه. هنا ببوله خارجيه بحط كوبايه الا ربع من الدقيق المنخول، لازم يبقى منخول كويس جدا، وانزل عليه ب3/4 كوبايه من اللبن، وابدا اخلط المكونات دي كويس جدا مع بعضها. هبدا انزل هنا بقى بمعلقتين كبار من الزيت واخلط المكونات برضو كويس جدا لحد ما الزيت يختلط مع الدقيق. هنا بقى في المرحله دي عايزين ندمج الدقيق مع البيض، فطبعا عشان ما نطلعش الهواء كله من البيض احنا شايفين سمك الدقيق عندنا بقى تقيل قوي، فهناخد معلقتين كبار من خليط البيض وندمجه كويس جدا مع الدقيق علشان يبقى سمكه سائل شويه. وبعد ما ندمجه كويس جدا بننزل بيه بقى على خليط البيض، ودي اهم خطوه ان احنا ما نطلعش الهواء من البيض بتاعنا. فبالراحه جدا نبدا نطلع زي ما انتم شايفين كده، نقلب بالراحه من تحت لفوق علشان ما نطلعش الهواء خالص، لان الهواء اللي جوه البيض ده اساسي لعمل كيكه الاسبونج انها تبقى مرتفعه. عشان انتوا عارفين ان احنا ما استخدمناش فيها البيكنج باودر، فالاساسي عشان الكيك يبقى مرتفع معانا هو ان الفوم بتاع البيض ما يطلعش منه الهواء تماما. زي ما انتم شايفين كده هو الخليط خلاص بقى جاهز، هنبدا بقى نحطه في القالب بتاعنا. طبعا زي ما احنا متعودين وقت ما بننزل اي خليط كيك في القالب بنكون مجهزين الفرن بتاعنا قبلها على درجه حراره عاليه، علشان اول ما نبدا ندخل الكيكه بتاعتنا هننزل درجه الحراره ل 120. بنسوي الكيك الاسبونج على درجه حراره 120، بياخد حوالي من ساعه الا تلت لساعه الا ربع وبيكون خلص. اهم حاجه لما ننزل الخليط في القالب لازم بس نخبط خبطتين كده على القالب زي ما انتم شايفين كده عشان نطلع كل الهواء والبابلز اللي جوه الكيكه. ما نفتحش ابدا الفرن عشان نطمن ان هو خلصت ولا لا قبل ساعه الا تلت. بنحط خله لو طلعت معانا نظيفه يبقى خلاص كيكه استوت، وبرده لما تخلص خالص ما بنطلعهاش على طول، بسيبها بالفرن. انا هنا كانت خلصت خلاص واستوت، انا ما طلعتهاش على طول من الفرن. يعني كيكه استوت معانا وقفلنا الفرن خلاص بنسيبها جوه الفرن، ما نطلعهاش ابدا قبل ساعه علشان ما تهبطش مننا، نسيبها تهدى شويه جوه الفرن ونطلعها بعد ساعه. زي ما انتم شايفين كده ورقه زبده مهمتها انها تفصل الكيكه عن القالب بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده طلعتها بكل سهوله من القالب، وزي ما انتم شايفين مرتفعه وجميله اهي من غير بيكنج باودر من غير فصل بياض عن صفار. وبقول لكم ان هي بس طبعا هي سخنه شويه مش عارفه اوريها لكم ان هي هشه. هبدا بقى اجهز صوص الفراوله اللي هحطه في نص التورتايه. انا صوص الفراوله ده عملته لكم قبل كده في فيديو الايس كريم. بجيب كيس من الفراوله انا مخزناه في الفريزر عندي، كيس صغير، وانزل عليه ب3 معالق من السكر ونص كوبايه من الميه، واحطه على البوتاجاز لحد ما سمكه يتقل معايا. اول ما سمكه يتقل هبدا اضربه بالهاند بلندر، وبعد ما اضربه من الهاند بلندر كويس هصفيه كويس جدا من كل الكتل اللي موجوده جواه. بعد ما اصفيه كويس جدا برجعه تاني على البوتاجاز يغلي غلوتين،
وخلاص كده يبقى جاهز معايا الصوص. هبدا بقى اجهز الكريمه اللي انا هزوق بيها التورتايه. كيس كريم شانتيه مع كيس فانيليا، ولبن يبقى كوبايه لبن صغيره، بس انا طبعا عشان عايزه سمك الكريم شانتيه يبقى ماسك قوي هعمل كوبايه اللبن تبقى كوبايه صغيره قوي، او لو كوبايه الكبيره بتحطي كوبايه الا ربع، يعني بتقللي كميه اللبن عشان سمك الكريمه بتاعتك تبقى تقيله شويه. واضربهم كويس جدا، واول ما السمك يتقل هنزل عليه بمعلقتين كبار من القشطه. طبعا برضو عايزه يبقى لونه بينك، بنزل عليه بنقطه صغيره من اللون الاحمر واضربهم كويس جدا لحد ما يوصل للون اللي انا عايزاه. هنا بقى عشان ابدا ازوق التورتايه، مش عايزه اصعبها عليكم، مش عايزين اقماع، مش عايزين اي حاجه، بنستخدم الحاجات الموجوده معانا في البيت. بنجيب كيس سندوتشات عادي وننزل فيه بالكريمه. اهم حاجه في عمل التورته ما نزوقهاش في نفس اليوم اللي احنا عملناها فيها. يعني انا عملت التورتايه الكيكه بتاعتي السبونج دخلتها التلاجة ليله كامله، تاني يوم هبدا ازوقها عشان تبقى مش مفروله معانا ونقدر نتحكم فيها بكل سهوله. زي ما انتم شايفين عملت لكم قمع بسيط جدا اهو، دخلت في الكيس والبوزه اللي في الاخر دي هقصها. هنا كان تاني يوم بقى لما ابدا ازوق الكيكه بتاعتي بالراحه جدا، هبدا اقطع الكيكايه ل3 طبقات. انا هعمل التورتايه دي 3 طبقات، وانتوا بتقسموا كيكه الاسبونج لطبقات. لو قطعت منكم حته مفيش اي مشكله، بتلزقوها جنب الجزء بتاعها عادي، وكده كده الكريمه بتلزق الكيكه ببعضها. زي ما انتم شايفين القمع اللي انا عملته دون عملت بيه دواير، وهبدا احط الصوص الفراوله في الفراغات اللي ما بين كل دايره، وبعد كده هحط طبقه الكيكه التانية وهعمل نفس القصه دواير، وفي الفراغات احط الصوص بتاعي. هنا خلاص حطيت اخر طبقه بقى، هبدا احط الكريمه اللي على الوش. هبدا اسويها بالجناب كويس قوي ومن فوق زي ما انتم شايفين كده. مش شرط يبقى الشكل عندكم يبقى مهندم، يعني عادي لو الشكل كده عشوائي شكلها برضو كان جميل وحلو. هبدا انزل برضو بزي اشكال بسيطه كده على الوش. التزويق طبعا ده حاجه ترجع لكم. هنا انا كنت جايبه اشكال باربي كنت مصوراها وبدات اقصقصها، حاطط يعني لزقت شكل باربي اللي فوق دون بخله ونزلتها فوق التورتايه، واسم باربي دون هحط من ورا كده صوص فراوله عشان تلزق في التورتايه بتاعتي. بس كده، وبدخلها التلاجة من 2 ل3 ساعات بس عشان الكريمه تمسك معايا كويس جدا، ولما اقطعها تبقى سهله جدا في التقطيع وماسكه نفسها. وبجد كانت طعمها خرافه وخفيفه جدا، وسكرها كان مظبوط جدا جدا جدا، واهم ما فيها انها طريقتها سهله جدا بسيطه. ان شاء الله ان شاء الله لو عملتوها هتنجح معاكم. لو حد ما بيعرفش يعمل تورت خالص انا متاكده ان الوصفه دي هتنجح معاه. واجمل ما في الوصفه دي الصوص الفراوله الداخلي اللي انا حاطيناه ده، بجد كان طعمه فوق الخيال. شايفين الطبقات من جوه عامله ازاي والصوص نازل منها كده، بجد كانت خرافه. بجد لازم تشجعوا وتجربوها، انا متاكده هتبقوا محترفين جدا في عمل التورت من النهارده، ومش هتجيبوها تاني من بره وهتعملوها على طول في البيت. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم، واللي نفسه في وصفه معينه يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها. واللي بيتفرج علي لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.